بعبع الابره. بس انا مش جايه اكلمك النهارده عن ابره الدكتور، انا بخاف منها قوي. انا جايه اكلمك النهارده عن ابره الخياطه. انا في الفيديو ده جايه اكلمك عن حاجات اساسيه لازم تكون موجوده في البيت. حاجه الخياطه علشان حماتك ما تعلمش عليكي. ايه بقى هي الحاجات الاساسيه؟ يلا نفتح العلب. اول حاجه المبتدئين لازم يكون عندك بكر خيط الوان اساسيه وابره واحده، اللي هو الابيض والرمادي والاسود والبني دول، تمام؟ وابره خياطه رفيعه وابره تخينه اهم. ادنتي شويه نجيب بقى بقيه الالوان، كل الوان بكر الخيط اهم. هتفضلي تتسلي عليهم كل شويه تشتري لون لغايه ما تكملي الطقم، وهتزودي عليهم استك التدكيك والسوست والزراير ومجر السوست. والزراير دي هنجمعها في الزيادات اللي بتيجي في الهدوم لغايه ما يبقى عندك علبه زراير. لما بقى تقدمي خالص هنحتاج ابر التنجيد وخيط التنجيد، حرف البطانيه اتقطع، لحاف عايزه تسرجيه، حاجات كتير بنستخدمها في ابر التنجيد في البيت. واهم حاجه في كل دول علبه الحلاوه او علبه البسكوت علشان تاخدي ختم الزوجه المصريه. قولي لي بقى في التعليقات، بتعرفي تخيطي ولا مقضيها سفلقه على امك وحماتك؟